السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جبنا لكم الخبز ديال الساندويتش اشكال كومير او اللي هو كيجي ساهل والمقادير سهله وبطريقه سهله. يعني تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش نشرح لكم هاد الساندويتش. هانتوما كتشوفوا النهايه كيفاش كانت بعدا. هذا نبدا لكم المقادير والطريقه ديال التحضير. كيجي مفشفش وزوين وخفيف والطريقه سهله. هو فيه شويه المراحل، انتم خاصكم شويه ديال الصبر وان شاء الله غتنجح لكم هاد الوصفه. صافي ندوزو نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. عندنا كيلو الا ربع ديال الطحين، يعني 750 غرام. عندنا معلقه ديال السكر، معلقه ديال الخميره حبيبات اولا الخميره البجونه ولا خميره الخبز. هذه كتبقى اختياريه، ديك فاني منسم ديال البرتقال. عندنا شي شويه د بيكربونات باش يخفف العجينه. عندنا نص خماره وعندنا بيضه وعندنا ملعقه ديال الخل كبيره وعندنا ملعقه صغيره ديال الزبده يعني لا بري او لا المهم شي نوع اخر ماشي مشكل، ومعلقه كبيره ديال النيدو. انا اللي ما بغاش ديال النسمه ديال البرتقال او الزهر بلا ما يديرها، خليوه يكون عادي حسن. واللي بغى اللي عجبته ديك البنه خليها يديرها ماشي مشكل عندنا. المهم كيبقى اختيار لكم، هذوك تيبقوا زايدين. غنبداو بمعلقه الخل هي الاولى، غنحطوها باش نتفاعل مع الخميره ديال الحلوه، يعني غنص باكيت الخميره ما يعادل 4 غرام، والخميره المعجونه تقريبا واحد المعلقه كبيره حتى هي، ماشي معجونه ولكن عندنا يعني خميره حبيبات يعني ديال الباكيه، وشويه الملح بالطبع. صافي غنخليو الخميره كتفاعل مع الخل، غنزيدو شويه الماء سخون وغنحركو مزيان. خليها تتفاعل شويه، غتزيدو عليها خميره وحبيبات ها هي اللي تشوفوا فيها. خليها حتى كدوب واحد شي شويه تفاعل مزيان، وعاد غنزيدو المقادير الاخرى كامله. يعني باش كنتفاداو بان الخميره صافي راه دابت باش حتى العجينه يعني كتخمر لينا وكلشي. دابا غناخدو معلقه السكر، يعني السكر سنيده او سكر حبيبات، وهذه البيكربونات هي واحد المعلقه نص معلقه صغيره، والملحه يعني حسب الذوق. صافي تنخلطوا هاد المقادير كامله يعني حطينا غير الخل والخميره حبيبات ونص خماره والسكر هما اللي خليناهم كيتفاعلوا بثلاثه، والاخرين كنحطوهم غير بجنب. باقا لنا البيضه غنديروها مدرناهاش ونص ماء ديال الزهر. هاد الخبز احسن ملي كتشريو من ديال الزنقه، يعني يكون نهارات تبقى تشري الباكيه ما عرفت شحال فيها من يوم وشحال من يوم محطوطه في المحلات ما كتعرفوها قديمه ولا جديده. من الاحسن تستعملوه لراسكم وخليوه لا ما تحطوا عندكم في الثلاجه ولا بعدا عارفين فوقاش درتوه ماشي مشكل. يعني نتوما كتستعملوا غير ديال واحد 4 ايام في الاسبوع ماشي بزاف. هذا استعملته راه ماشي غاليهم يعني كلشي غياكل منه نهار اول، ماشي ضروري. دابا غير في الاول يعني خصنا نديرو شويه، يعني في الاول درت شويه بزايد ومن بعد غنبقى ان شاء الله بقى نديرها كل سيمانه شويه شويه يعني حسب الاسبوع. صافي هاد معلقه الزبده هي درناها، درنا البيضه نص ماء الزهر، يعني درنا المقادير كامله في خطره واحده. صافي دابا غنجمعو بالماء، يعني الماء يكون شويه دافي. دابا باقي شويه الحل سخون، ملي تيكون الحل بارد يعني يكون سخون شويه، ملي تيكون الحل بارد يعني واخا تيكون شويه ولا بارد كاع ماشي مشكل، يعني راه في الروبينه راه سخون.
اللي باش يدير البيضه ما يديرهاش حتى هي، ماشي مشكل. عندك البيض وعندك ديك النسمه الزهر، يعني اللي باش يديرهم يتفاداهم ما يديرهمش، ماشي مشكل. الاهم هما الاخرين اللي هي الملح والخميره وخمر نص خماره الحلوه وسنيده وشي شويه الزبده. يعني الاخرين كيبقاو اختياريين، النسمه ديال الزهر او النيدو يعني تبقى يعني دابا تبقى كلشي اختياري. دابا انا كنزرب فيديو باش ما ياخذش معكم وقت طويل، لان ضروري خصني كنمعكوه مزيان، نعلكوه مزيان، نزيدو فيه الماء حتى كياخذ الشكل اللي يعني حتى كنشوفوا العجينه اللي بغيناها تكون طريه وتكون لينه، ما قاصحه ما رطبه. شتي راه باقي مره كنشوفوها باقي خاصها، كنزيدو فيها شويه الماء وكنعلكوها مزيان. ضروري من هاد المراحل، لان ماشي غنلحقو نديرها في الميكا ونقول صافي غتعلك الراس، راه ميمكنش. حتى الاخير عاد نديرها فواحد الميكا وكنخليوها ثاني كتخمر. صافي ملي كتخمر لينا العجينه ديالنا كنحيدو البلاستيكه وتنقسموها هكايا بحال شكل رغيفات، يكونوا شويه كبار ماشي بزاف، وانتم خذوا الشكل اللي بغيتو نتوما، يعني حاجه كبيره ولا صغيره ولا اللي بغيتو. صافي كنطلقوهم، صافي ما تلقاوهم لا بزيت لا والو، من الاحسن باش ما يجيكمش باش تجيكم من الداخل يكون مهوي. صافي كنديروا كاغي تاع الزبده، صافي كتلقوه هكايا بهاد الدلاك، صافي بلا زبده بلا زيت بلا حتى حاجه. صافي وكنطويوه هكا بهاد الطريقه هذه. هانتوما قطعوا حتى الاخير، حاولوا تدخلوا دوك الجناب هكاك، دخلوهم باش يتقفل لكم. ضروري ديك القفله خصها تكون مسدوده، وانتم غتشوفوا معايا ضروري شفتوا هانتوما كتشوفوا ديك القفله، ضروري خصنا ندخلوهم لداخل ونسدوا عليهم باش نتفاداو ما يتحلوا ما حتى حاجه. صافي وتنقلبوهم على ديك البصل اللي طوينا وعاد نحطوهم في الطاوه. هانتوما كتشوفوا هكا عاد نحطوهم في الطاوه. صافي غندير معكم هاد الثانيه باش تشوفوها مزيان. صافي كنطلقوها هكا بلا زيت بلا حتى حاجه، صافي وكنطلقوه مزيان. صافي كنحاولوا صافي كندوروها هكا. نتوما كتشوفوا خرجت الكاميرا شويه كانت يعني جينا مخبيه شويه، ماشي مشكل. احنا كنحاولوا نسدوا التقابي كاملين، هذوك الجناب كامل اللي قفلنا بهم، وكنحاولوا نقلبوها باش ما يجيش العيب باين الفوق، يعني ديما تيكون العيب لتحت. صافي كتسدوا وكتقلبوها صافي وكنستفوا في الطاوله، كنخليو شويه اتساع ما بين الوحده والثانيه. صافي وهكا وتنحطوهم. نتوما ديروه كبير ديروه كبير، ديروه صغير ديروه صغير، ماشي مشكل. صافي انا كنزرب الفيديو هنايا تنكمل داك المقادير كامله اللي عندي اولا العجين كامل اللي عندي، وكنشوفوا نتوما كتشوفوا نفس الطريقه اللي كندير انا، كنعاودها باش بلا ما يجيكم فيديو طويل. دابا المراحل الاولى راه خليناها تخمر، دابا باقي المرحله الثانيه ثاني خصها تخمر، عادنا ندخلهم الفران ان شاء الله. تبعوا الطريقه يعني من الاول حتى الاخير، حاولوا تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخير. نتوما كتشوفوا يعني الا ما شفتوش شيء ما نجحش معكم، ضروري خصكم تشوفوه وتتبعوا الطريقه اللي درت معكم. انا كنهضر على المبتدئات، اما اللي واصلين راه بلا ما يحتاجوا يشوفوا هذا الفيديو. صافي انا كنستفهم كاملين هكا، انا حيت ما تيبغوش الخبز غليظ، داكشي درجه طويله ورقيقه. اللي بغى الخبز يعني كومي يكون شويه غليظ يغلطوا على هادشي. صافي كنخليهم هكا وتنغطيهم بواحد البلاستيكه تكون مدهونه شويه بالزيت، بلاستيكه تكون ضروري مدهونه بالزيت باش ما تلصقش ليكم. نتوما هي بيضه مع شويه الحليب مع شويه ديال الخل. صافي كنحركوه هنا مزيان. حنا غندهنوهم في خطره وعاد غنغطيهم بلاستيكه ونخليهم يخمروا. بغيتو تزوقوهم بزنجلان زوقوهم، بغيتو تزوقوهم بافو، اي حاجه بغيتو تزوقوها بهم ماشي مشكل. انا هنا خليتهم هكا سامبل، ما زوقتهم حتى حاجه.
ولا بغيتو ديروا على شكل كوميرات ديروا لهم واحد الموس اولا رازورق، يعني بحال غتقطعوهم شويه من الجناب، واحد 2 فلحات اولا 3. صافي نتوما كتشوفوا الزيت كنديرو في يديا وكندهن به ديك البلاستيكه، عاد نغطي به هذوك الكوميرات الصغار باش كنتفادى باش ما يتلصقش. هانتوما كتشوفوه هو بدا يخمر دابا مع واحد رقيق بزاف، انا ما غلطوش. صافي ها هو خمر دابا عندنا هنايا. صافي كنسخن الفران انا غندخلو. ها هو ملي طاب هانتوما كتشوفوا الشكل تاعو النهائي كيفاش جا زوين وخفيف ورطب، ما قاصح ما حتى حاجه، يعني ماشي بحال الكومير ديال الزنقه